في ام بعتت تسال بتقول ازاي اتصرف مع بنتي في حاله التشنجات الحراريه وهي جات لها مرتين، عندها سنه ونص وجات لها مرتين. عايزه اقول لحضرتك ان خطر جدا جدا ان هي تتكرر. حاولي على قد ما تقدري انك تمنعي الموضوع ده نهائي، ما تتكررش تاني عشان ما تسببليش مشكله في المخ ويبقى عندي لا قدر الله كهرباء زياده بعد كده وناخد لها علاج. اول حاجه المفروض ان انت بتحسي ببنتك، الطفل اول ما بيبدا يعي يا جماعه بياخد ركنه كده ويقعد وحركته بتبدا تقل. خلي بالك بدايه من الموضوع ده. دي حاجه التانيه بدايه ان ممكن يبقى فيه خنفره او في رشح بسيط او كحكحه خفيفه او تحسي ان ريحه نفسه غيرت، تعرفي ان كده الطفل بيبقى داخل على تعب. ببدا ادي في الاشخاص اللي زي بنتك دي، ابدا ادي خفض الحراره بانتظام كل 4 ساعات واتابع درجه الحراره قبل ما اديها. لا قدر الله فشل الموضوع وحصل تشنجات حراريه، اول حاجه تتصرفي فيها وتعمليها انك لازم تاخدي بنتك وتدخلي بيها تحت الدش. لازم تنزلي حرارتها في ساعتها، ما تسيبيهاش انها تكمل التشنجات. واول ما تبدا تفوق معاكي ابداي اديها على طول لبوس خفض للحراره وتصرفي بيها بعد كده واكشفي عليها. الموضوع ده ما ينفعش انه يتكرر كتير لان دي مشكله ممكن تسبب لي مشكله اكبر بعد كده. التشنجات الحراريه دي طبيعيه في نسبه 60% من اطفالنا كلهم، بتروح طبيعي على سن 5-6 سنين وبتنتهي ما بيلهاش اي اثر. لازم انت اللي تبقي حذره جدا. انواع خفض الحراره الشرب واللبوس تبقى ما تتقطعش من عندك من البيت نهائي. تتصرفي على طول بمجرد ما تلاقي بس درجه الحراره بقت 36 37 و6 شرط. الطبيعي ان احنا درجه الحراره بتاعتنا 37 ونص. اكتر من كده بشرطه واحده تعرفي ان بدا يبقى فيه ارتفاع في الحراره، تبداي تتصرفي وتدي خفض للحراره لحد ما تكشفي على البنت. وتاني بقول لحضرتك غلط جدا انها تتكرر كتير في حالة حدوثها. خدي البنت خشي بيها تحت الدش على طول عشان الحراره تنزل تقوم البنت تفوق والتشنجات والتشنجات دي تتقطع. وبعد كده نديها خفض الحراره وبعد كده اما تهدى ابداي اكشفي عليها. واي سؤال تحت امرك.